السلام عليكم، كي راكم معايا؟ لاباس؟ مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ سلامندر. اليوم جبت لكم السوفلي بواحد العجينة سحرية خفيفة بالبزاف وتجي مطاطية. تجي روعة هاد العجينة، هايلة بالبزاف. قعدوا معايا نعطيكم المقادير وطريقة التحضير. المقادير تاع الوصفة هما: عندي 4 مغارف كبار نتاع الزيت، مغرف كبيرة نتاع الخل، مغرف كبيرة ممسوحة نتاع خميرة الخبز، عندي مغرف صغيرة نتاع سكر، مغرف صغيرة نتاع الملح، 2 كيسان نتاع الحليب دافي، فرماج ابيض. كمية تاع فرماج ابيض تبغوا ديروا تاع المثلث ديروا 3 ولا 4. الفرينة بطبيعة الحال. غادي نبدا بالحليب، هو الاول ندير 2 كيسان تاع الحليب. الحليب قلت لكم لازم يكون دافي، ما ديروش حامي. الخميره قلت لكم مغرفه كبيره ممسوحه ماشي مقبنه، مغرف كبيره نتاع الخل، 4 مغارف كبار نتاع الزيت. ندير السكر، مغرفه صغيره مقبنه تاع السكر، ومغرفه ممسوحه نتاع الملح باش ما تجيناش العجينه مالحه بزاف. غادي ندير الفرomage الابيض، اللي ما عندهاش هذا الابيض دير تاع المثلث. غادي نجيب الفوي ونقعد نخلط في المقادير تاوعي مليح، ونحاول باش نحل هذاك الفرomage الابيض معاهم. غادي نخلط مليح مليح كما راكم تشوفوا، نحاول نذوب السكر والملح والخميره. غادي نبدا ندير الفرينه، وما عنديش كميه محدده نعطيها لكم، بقاو ديروا في الفرينه حتى اللي تتلم العجينه تاعكم. نقعد نخلط كما راكم تشوفوا في الفرينه تاعي مع الخليط مع المكونات الاخرين. شوفوا هنايا غادي نبدا نخلط مليح مليح، خلطوا مليح مليح باش تحلوا الفرomage اللي درتو هذاك الابيض مع الخليط مع المكونات الاخرين. شوفوا كي راني نخلط مليح مليح، ونبقى نزيد في الفرينه. راني حليت كاع داك الفرomage مع العجينه. دونك غادي نقلع الفوي ونخلط بيدي، احسن نلم العجينه تاعي بيدي باش نحس بها لا تقعد خفيفه ولا تقساح لي. نبقى ندير في الفرينه كما قلت لكم ونلم في العجينه تاعي حتى نتحصل على عجينه طريه تتلاصق، لازم تكون تتلاصق. شوفوا تكون طريه وملساء، شوفوا كي تتلاصق في يدي العجينه. هنايا ديروا كيما هكا، غطوها وخلوها تريح نص ساعه كامله. بعد ما العجينه تاعكم راهي تريح نص ساعه، نتوما روحوا خدموا الحشوه تاعكم. كما راكم تشوفوني درت 4 مغارف نتاع الزيت في المقله، درت عليها كميه نتاع دجاج مطحون، يعني تاع زدر تاع الدجاج. غادي نقليها مليح هكا في الزيت ونحل هذاك الدجاج تاعي حتى يولي على هذا الشكل. ندير عليه حبه طوماطيس مرابيه ولا مسكرفجه، نخلطها مليح ديك الطوماطيس مع الدجاج، ونخلي هذاك الماء تاعها ينشف، على بالكم بلي الطوماطيس تطلق الماء. من بعدها نزيد عليها مغرف نتاع طماطيس ولا طماطم مصبره، نخلط مليح. نزيد التوابل اللي هما الملح، الحرور، هذا تابل تاع الدجاج، سكنجبير، الكمون والفلفله حمراء وشويه تاع زعفران. السكنجبير والفلفله حمراء ديروا مغرفه تاع صغيره معمره مقبنه. سكنجبير راكم عارفين الدجاج لازم له سكنجبير. وبداو تخلطوا المكونات تاعكم، خلطوا مليح مليح وخلوها الحشوه تاعكم تنشف شويه من هذاك الماء. من بعدها زيدوا عليها زيتون اخضر كيما هكا افيلي، يعني مقطع رقيق كيما هكا، وخلوه يطيب معاها. طبيعه الحال تكونوا غاسلينه مليح وقالعين له الملح تاعه باش ما تجيكمش الحشوه مالحه. خلطوا مليح مليح وخليهم يطيبوا مع بعض. من بعدها غادي نزيد طرف تاع فرomage ابيض كيما هكا، واللي ما عندهاش قلت لكم هذا الفرomage الابيض دير فرomage نتاع المثلثات. هنايا دير واحد 4 ولا 5 نتاع مثلثات.
نحل الفرماج تاعي مع الخليط يعني مع الدجاج، نحله مليح مليح، ونطفي على الحشو تاعي ونخليه يبرد على جهة، ونرجع للعجينة تاعي غادي نلقاها ريحت. شوفوا العجينة تاعي ريحت وتخمرت شوية، شوفوا كي ولات. قلت لكم عجينة هايلة، عجينة سحرية ومطاطية. غادي نرش شوية فرينة على البوطاجي، ونحط العجينة تاعي، نديرها هكا حربوش، نجيب السكين ونبدا نقطع في قطع صغيرة باش نديرها كويرات متساوية. لازم الكويرات تاعكم يخرجوا كاع كيف كيف، حاولوا باش ديرهم كاع كيف كيف. غادي هنايا تخرج لي هاد الكمية كاملة عطاتني 16 كويرة، يعني زوج كيسان تاع الحليب هادوك عطاوني 16 كويرة. اللي تبغي دير كمية صغيرة تنقص، دير كاس تاع الحليب، مغرفة صغيرة تاع الخميرة، مغرفة صغيرة تاع السكر، نص مغرفة نتاع الملح، وزيدوا نقصوا المقادير الكاملة تتحصلوا على كمية صغيرة، يعني نصف الكمية هذه. نكور العجينة تاعي كيما راكم تشوفوا، ونحاول نديرها كاع كيف كيف، واللي جات كبيرة على اختها نقلع منها ونزيد في الصغيرة حتى نكور كاع الكواري تاوعي كيما هاك. غادي نبدا بالكواري الاولين اللي حطيتهم يكونوا ارتاحوا، نبدا نحل في الكرة تاعي بمساعدة الحلال والفرينة، نقعد نحل ونقلب في العجينة حتى نتحصل على دائرة، يعني ما يلقش تكون دائرة ليشان مستوية، دائرة وخلاص. نحلها كيما هكا كيما راكم تشوفوا، نحل وندور العجينة حتى نتحصل على دائرة. شوفوا العجينة كي خرجت طرية وراهي تساعف، راني نخدم فيها وهي تساعف فيها، يعني خرجت ناجحة. غادي نوخر شوية هادوك الكواري باش يخلوا لي البلاص. هاي العجينة تاعي اللي تحصلت عليها، عندي حبة بيض ندربها مليح، نطليها على الحواشي باش كي نبلع العجينة تاعي ما تنحش، باش تبلع مليح. ونجيب الحشو تاعي اللي طيبته معاكم يكون برد شوية، ندير كمية فوق العجينة، ندير واحد زوج مغارف ونص ولا 3، نسقدهم مليح، ندير غير في النص تاع العجينة ما نديرهاش كامل. وندير هنايا الفرماج رابي، نبلع العجينة تاعي، نضغط عليها مليح فوق هذاك البيض باش تتبلع وما تنحليش في الفرن. نبلع مليح مليح، شوفوا ضغطوا هكا مليح باش البيض يبلع هذيك العجينة يسوديها كيما نقولوا. من بعدها هنايا نقدر من القنت ونبدا نلوي. شوفوا العجينة كي غادي نلويها باش في الاخر تحصلوا على شكل يشبه الضفيرة، بقاو هكا تلووا فيها. هذا ما كان، تبقاو تلووا بصبعاتكم وتدركوا، تلووا وتدركوا. ونساعد خطرة على خطرة نغطي الصبعية في البيض وندرك. شوفوا كاني نلوي فيها، غير تلووا وخلاص تتحصلوا على شكل ضفيرة. ضغطوا مليح في القنوتة باش تبلع مليح. غادي نحطها في سنين اللي يدخل للفرن فوق ورق الطهي كيما هكا كيما راكم تشوفوا. غادي درك نعاود نطلي الحبة تاعي بالبيض، نطليها مليح بالبيض، وللتزيين عندي زيتون اسود كيما راكم تشوفوا، الزيتون الكحل قطعته طروفة صغار، ندير كمية كيما هكا من الفوق، وندير الزيتون الخضر هذا افيلي اللي استعملته في الحشو. هيا لا شوفوا كي خرجت من الفوق جات شابة يعني. دروك غادي نرشها بشوية فروماج رابي من الفوق،
وراني شعله الفرن تاعي راه يحمى من تحت ومن فوق. غادي ندخل السوفلي تاعي يطيب، نخليه يطيب مليح ويتحمر غايه غايه. ها هو السوفلي تاعي خلاص راه طاب. شوفوا كي جا هايل، روعه، احسن من اللي يتباع في المحلات. البنه ما نقولكمش. غادي نحل معكم حبه تشوفوها كي جات من الداخل، جا هايل بالبزاف. شوفوا هذيك العجينه كي جات خفيفه وطريه. شوفوا كي جات، شوفوا العجينه شحال خفيفه، شوفوا جات هايله. شوفوا كي جا السوفلي، شوفوا كي جا مفرمج من الداخل، جا هايل، جا روعه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو اللي درته معكم اليوم، وان شاء الله تعجبكم الوصفه. ما تنساونيش بالجيم والابوني، وخلوا لي كومونتير شباب كيما نتوما. اللي دخلوا معايا جدد ماذا بكم نقول لكم ما تنساوش ديروا ابوني. يلا مع السلامه، والى وصفه اخرى ان شاء الله.